حلوين، عاملين ايه؟ انا عايزه اقول لكم النهارده يوم مختلف جدا، يوم مميز. النهارده احنا قررنا نروح 6 فلاجز او الجريت اسكيب. ده مكان، لو هشبهه بحاجه زي اللي عندنا في مصر هيبقى ميكس كده بين دريم بارك واكوا بارك وعلى مثلا ملاهي المعموره. حاجه كده جميله جدا، بس طبعا على اكبر شويه وعلى اوسع. بصراحه الولاد صعبانين عليا عشان من اول ما الاجازه بدات واحنا يعني الصيف ما عملناش فيه حاجات كتير، حتى ما رحناش صيفنا ولا عملنا حاجه. بصراحه قاعدين جنب بابا وماما كده، يعني قاعدين لازقين فيهم. النهارده قررنا بقى نخرج، انا وباباهم وهم، وطبعا ضيوف الشرف بتوعنا مين؟ بابا وماما. عشان انا كالعاده بحب اخدكم معايا في المشاوير الحلوه. قررت اخدكم معايا النهارده. المشوار على مسافه ساعه من البيت، ده العادي. اي مشوار هنا عشان نروحه 20 دقيقه لو هنروح سوبر ماركت. النهارده جو صيف وانا حاسه انه يعني صيف وحر، يعني حلو، هيبقى مناسب بقى للميه والطرطشه والحاجات دي. تعالوا يلا معانا عشان نبتدي اليوم ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى اوريكم الاوتفيت بتاعي. انا اخترت حاجه تكون مناسبه للمشوار، فضفاضه واسعه قماش خفيفه. اما بقى بالنسبه للباكينج او الحاجات اللي بناخدها معانا، دايما في شنطه بيبقى فيها ميه طبعا ساقعه ومناديل وممكن شويه سناكس عشان الطريق. والشنطه التانية بنحط فيها بقى فوط واطقم يعني زياده في الهدوم وكده، والصن بلوك، ما تنسوش الصن بلوك. تعالوا بقى يلا نشوف الشباب اللي رايحين معانا، شوف ايه، استعدوا ولا لسه؟ شفتوا الراجل الامور اللي جاي معايا ده؟ على فكره بصور فيديو مش ماشي. معانا العسوله الصغننه. متحمسه أوي. تركبي اول حاجه ايه النهارده؟ عمالة تحكي ممكن رولر كوستر. رولر كوستر، ماشي. حاج، ازيك؟ معانا؟ انت مش عاوزه تروحي؟ لا عادي. باين. ركبنا بقى واتجهنا في طريقنا، وتعالوا بقى افرجكم معايا على الطريق. اوقات السواقه والفرجه كده في الشوارع بتاعتهم بتبقى متعه بصراحه. المكان اللي احنا فيه دلوقتي او المنطقه اللي احنا فيها دي الداون تاون سكانكتدي، يعني وسط البلد بتاع مدينه سكانكتدي اللي جنب بالظبط ألباني، جنبها يعني في الشمال فوق كده في شمال نيويورك. واحنا دي في طريقنا واحنا رايحين. دي كلها بتبقى مباني بقى عباره عن مباني اداريه وشغل ومكاتب وبنوك، يعني فيها شويه زحمه عن اللي بيبقى موجود في المناطق السكنية أو الضواحي زي اللي فيها البيوت بقى السكنية. اول حاجه هتركبها ايه؟ رولر كوستر. برضو؟ اه. لو مش هتخاف؟ لا. طب تعالى على رجلي يلا عشان نربط بقى الحزام. وبعد ما طلعنا بقى من الداون تاون دخلنا في الطريق اللي مودينا على المكان. عايزه اقول لكم الجي بي اس مشينا في قلب البيوت. بننبسط قوي لما بيمشينا حبه كتير في قلب البيوت قبل ما يطلعنا على الهاي واي. بتبقى متعة، يعني طول ما احنا ماشيين بنتفرج على البيوت دي، بنتفرج على المناظر دي، على البيوت اللي مبنية ومتواجدة في قلب الأراضي الواسعة. وشوفوا يعني أنا بقالي 5 سنين عايشة في أمريكا، ولكن برضه كل مرة بمشي في وسط الشوارع دي ببقى مبسوطة جدا بشكل البيوت ومندهشة جدا بطريقتهم في تصميم البيوت، بساطتها بالوسع اللي حواليها، دايما بتبقى حاجة جميلة قوي. Oh my god. I literally saw 6 flags. أوي. excited؟ Yes. وصل. I see something called 6 Flags right now. It's right there. I literally see something called 6 Flags. We're going on every single one. Hi, how are you? Fine. 6 tickets. Lot 4. I'm sorry? Lot 4. 4? Yeah. Okay. هنا كان بيقول لي على الرقم الباركينج اللي هنركن فيه. الباركينج هنا مقسوم بارتيشنز كده 1 2 3 4، فهو قال لنا روحوا على رقم 4. مكان شكله زحمة. لا ده. We're going to 6 Flags. We're walking in. Hey. Yeah, we're leaving them behind because they're too slow. Yeah. Yeah, I see the roller coaster.
عايزه اقول لكم شويه مشي حلوين من الباركينج لحد ما ندخل البوابات بتاعه القريه نفسها بقى او المكان نفسه. بنطلع كوبري وبنمشي كوبري وبننزل كوبري لحد ما نوصل، فكان مشوار يعني شويه مشي حلوين. ومن بره واحنا اوريدي شايفين الالعاب الكبيره والناس المجانين بقى. شوف البنزل ليه جميل. فاكر الكاروسيل؟ عايزين نركب الكاروسيل انا وانتي. بص يا بابا يا زيتي ايه موز. المكان بقى زي ما انتوا شايفين كده مبهج جدا، الوان في كل مكان، الديكورات بتاعه البيوت الصغيره دي تحفه، يعني ادق التفاصيل مبهجه قوي، وتحس ان احنا عايزين نصور جنب كل مكان. احنا وقفنا كده محتارين نبدا بايه، وفي الاخر قررنا نبدا بالالعاب المائيه علشان الجو كمان كنا في نص اليوم الظهر كده، فكان الجو حر، فبدانا بالالعاب المائيه. تعالوا بقى ناخدكم ونوريكم المكان شكله ازاي. بصوا بقى، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا افلتر المشاهد واخليها تبقى مشاهد يعني نظيفه شويه، بس غصب عن الواحد، احنا المكان كله العاب مائيه والناس كلها واخده راحتها جدا، فانا حاولت على قد ما اقدر، فعذرا بقى لو في مشاهد مش لايقه قوي يعني. روحنا بقى نشوف مكان نقعد فيه، لان الكراسي بتتحجز على طول، فنصيحه اول ما تروحوا تشوفوا مكان تحطوا فيه شنطكم وتستقروا كده فيه. طبعا انا على ما جيت اقعد واشوف كراسي كان احمد واسيل وحمزه في الميه، دول على طول يعني مستعدين. قعدت بابا وماما كده واتاكدت ان هما تمام، وشفت مين هيجي معايا، وبعدين رحنا علشان نغير هدومي والبس بقى هدوم الميه وانزل اشترك معاهم. مش محتاجه اقول لكم بقى قد ايه اللعب في الميه بيجوع، يعني احنا يا دوبك لعبنا شويه وبلبطنا حبه وجينا قعدنا كلنا على ما نجيب الاكل. طلبنا يعني الاكل الراعي الرسمي في الاماكن دي الفراخ وبطاطس. بعد ما اتاكدنا ان كله خلص لعب وكله خلاص شبع من الميه، رحنا بقى برضو في اماكن تغيير الملابس او الحمامات العامه برضو عادي. دخلنا كلنا غيرنا هدومنا وبدانا بقى نجهز لباقي المشوار. هتعملوا ايه يا نشوى؟ قلنا خلاص نتجه على الالعاب التانية بقى، الالعاب اللي بعيده عن الميه. طبعا ولادي في منهم اللي فصل خالص ما بقاش عنده شويه مجهود يوصلوا حتى للعربيه، وفي طبعا اللي عايز يلعب، فقلنا ننضم معاهم في لعبتين كده نشوف بس كملوا لحد فين. دي كانت اول لعبه لعبناها سوا. عارفه انا انت هنطير. After this, we're going to there. Yeah, that one over there. انا دخت. اول لعبه دي كانت جميله بس الواحد داخ. Yeah.
هننزل ازاي؟ هتلعبوا ايه دلوقتي؟ هنلعب الايجو دي، انا رحت عليها مره وحافظه كان تعبان فهو بقى حلو فنروح. هتلعبوها مش عالي قوي؟ رحت عليها حلوه. حلوه؟ حلو. ايه موز؟ حلو. تمام؟ ماشي انا هستناكوا هنا. ماشي؟ هستناك هنا. ماشي عشان انا مش هطلع. ماشي. هقعد استناهم هنا. ماما وبابا يعني الطاقة بتاعتهم خلصت خلاص عند البحر، واحمد كمان نفس الكلام قعد وطاقته خلصت. انا قاعدة بقى مستنياهم انا هنا عشان تبقى عيني عليهم، عشان هم لسه عايزين يلعبوا حاجات. هم صعبانين عليا عشان هم عايزين يلعبوا كل حاجة، واكتر الوقت قعدوه في المية فالمية خدت وقتهم يعني. طول ما انا قاعده بقى شايفه في العاب على مرمى البصر كده، انا عارفه ان هم مش هيلحقوا يلعبوها وما لحقناش نلعبها خالص. في عندكم القطر بتاع الاطفال ده، بتبقى حاجات بقى ايه مناسبه سن الاطفال كمان، يعني في العاب خطيره جدا للكبار وفي العاب للصغيرين. دي الميزه في المكان. وانا قاعده في المكان بقى عيني جت على أليس إن وندرلاند. الثيم محطوط كده، ولقيت شجره فيها باب، يعني الباب محفور ومزروع في قلب الشجرة وتقريبا كأنتري جوه الشجرة. ففهمت ان هم عاملين حاجة زي أليس إن وندرلاند لما دخلت في باب جوه الشجرة في العالم بتاعها. فطبعا اكيد مش هقعد كده واتفرج من بره، دخلت بنفسي قلت لازم اشوف ايه اللي عاملينه جوه ده. ولادي باباهم جه وقف معاهم وانا دخلت بنفسي. تعالوا معايا بقى في أليس إن وندرلاند. داخلين وندرلاند. Excuse me. يا لهوي. فاكرين كل المخلوقات والكائنات اللي كانت في الفيلم بتاع أليس وندرلاند؟ عاملين لهم ثيم هنا حلو قوي. بصوا تويدل دي وتويدل مش عارفه كان اسمهم ايه كده. بص القط. كله تعب وكله خلاص عايز استعد للرحيل. بصراحه اليوم كان لذيذ، قضينا معظم الوقت عند الميه. انا قلت لكم مغريه، وبصراحه العيال انبسطوا جدا في الميه. واليوم بقى لعبوا برضو 4-5 العاب هنا كده. باباهم جالهم عند اللعبه، فانا قلت اخد لفه بسرعه كده في أليس وندرلاند. واعتقد ان احنا خلاص هنتجه كده عشان نمشي بقى. بس اتمنى ان انتوا تبقوا انبسطتوا معانا باليوم، وانبسطتوا بالسكس فلاجز، وبتحطوا فكره عن حاجه ممكن تعملوها لو هو قريب منكم. بس كده، يلا بينا بقى. شفتوا الورده الجميله؟ خدوني سيلفي.
انبسطتي؟ Yeah. لعبتي شويه حلوين؟ مجانين. بصي القصر بتاع أنس حلو ازاي؟ الصور يلا جنب. سندريلا. شفتي محل الهدايا؟ جيفت شوب. تشتري بقى هدايا حاجات وانت ماشيه يعني من المكان، تفكرك بالمكان، عليه الاسم بتاعهم، العلم بتاعهم، العاب ليها. ده تلاقي حمزه شبت في حاجه وهو طالع. هذا بينا. اصلا ما لبستي الكوت بتاعتي. زومي. انت تعبت؟ انبسطت؟ بس انبسطت صح؟ لعبت في المية لما ايه؟ سوسو. يا عيني. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا باليوم وبالفسحه دي، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه عجبتكم، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.